تفتكروا ايه اصعب؟ تعيشي مع راجل عنده اكتناز، ولا تكتشفي بالصدفة انه متجوز من وراكي؟ وبرضه لازم كل يوم تصحي وتمثلي انك بخير. انا مش جاي اشتكي، انا جاي اتنفس. يمكن الكلام ينقذني، يمكن يخليني اهدى شوية. انا بنت فوق ال30، مش متجوزة، وعايشة مع والدي اللي عنده 80 سنة. صحته كويسة الحمد لله، بس عقليا انا بتعذب. بابا بابا عنده اكتناز قهري، وده مش مجرد كركبة، ده مرض بيبلع البيت واللي عايشين فيه. مفيش زاوية فاضية، فوق المطبخ، تحت الكراسي، فوق الدولاب، حتى البلكونة مليانة لدرجة إني مش عارفة أقف فيها. شقتنا أصلا ضيقة، والضيقة بقت خنقة. أنا بطلب منه ننقل يرفض، بطلب نرمي الحاجات اللي ملهاش أي لازمة يزعق، ولو لمست حاجة يتهمني إني بفتش في خصوصياته. انتوا متخيلين إن بابا بيحتفظ بأكياس الشيبسي الفاضية، بعلب الجبنة، أي حاجة تجيله يخزنها، وأنا بموت وسط ده. عندي قلق شديد ونوبات هلع ونوبات اكتئاب، وساعات ببقى واقفة في نص الشقة ومش قادرة أتنفس، وأكتر كلمة بقولها لنفسي أنا لوحدي، مفيش مفيش إخوات ومفيش أصحاب. وفي نص كل ده اكتشفت إنه متجوز من ورايا. متخيلين الإحساس؟ هو عايش حياة تانية وأنا مش عارفة حتى آخد نفسي في ده. يا جماعة أنا مش جاي أشتكي من بابا، أنا عارفة إنه كبير وإن المرض مش بإيده، بس أنا مش قادرة أبر وأنهار في نفس الوقت. مش قادرة أشيل البيت وأشيل نفسي وأشيل خوف بكرة لو فضلت لوحدي. أنا بس عايزة حد يفهمني، حد يقولي إني مش غلط، إني مش عاقة، إني مش وحشة. حد يقولي أكمل إزاي وأنا حاسة إني بموت بالبطيء. اكتبولي رأيكم في الكومنتات.